بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا واحد طبيب اختصاصي باطنية قلبية صدرية تنفسية ربو أنف أذن حنجرة، اسمه خالد جميل العبيدي. وين؟ في الموصل، حي المصارف، مجمع العرفان أو الفرقان، ما جاي أشوف. على أي حال اسمه خالد جميل العبيدي من الموصل. هذا الطبيب أكو منشور دائرة صحة كربلاء المقدسة تسجل نحو 50,000 حالة حمل في كربلاء بعد إحياء زيارة الشعائر الحسينية. طبعا هذا الكلام أصلا ماكو. هو ربع الطبيب هذا السافل التافه المنحط المنحرف، هم نفسهم يسوون هذه ويخلوها. فهذا الطبيب شنو كان موقفه؟ تعرفون هو طبيب وصاحب شهادة ويحمل في طيات العلم والثقافة، حتما راح يوقف موقف. لا، هذا الطبيب معلق. ايش كاتب؟ كاتب موسم التكاثر، هذا ما خلفه عناد الحسين، سلام الله على الحسين. موسم التكاثر، هذا ما خلفه عناد الحسين، صلوات الله وسلامه على الحسين. يعني أولا مستحيل أن الشهادة أيا كانت الشهادة مستحيل أن تصنع إنسان أبدا. ممكن نشوفه طبيب، ممكن نشوفه قاضي، ممكن نشوفه مهندس، ممكن نشوفه عالم في الفيزياء والكيمياء، لكن مجرد عن الأخلاق، لكن مجرد عن التربية أو أن التطرف الداخلي موجود عنده. احفظوا الاسم، الطبيب اسمه خالد جميل العبيدي. أنا أود أن أوجه لهذا المعتوه، لهذا السافل الساقط، هذا الطبيب. أنت تعرف، أنت بالموصل، أنت تعرف تصريح محافظ الموصل الأسبق العاقول أو هيك موجود. ادخل باليوتيوب يا سافل يا ساقط يا نطفة الحرام واسمع المحافظ شي يقول عن الأطفال اللي انولدوا في فترة أهلك الإرهابيين الساقطين. يقول عندنا أرقام مهولة فلكية ما نعرف منو أبوه أبدا، ما نعرف. أنت تتصور أنه الكلام مجانا موسم التكاثر، اللي تكتب موسم التكاثر هذا ما خلفه عناد الحسين. هسه شو تريد اسولف لك عن عناد الحسين؟ نعم، الحسين عاند جدك يا ابن الكلب، الحسين عاند اهلك يا ابن الزنا. الحسين رفض ان يكون هذا الدعي ابن الدعي ان يحكم بلاد ويبطش باهلها. هذا عناد الحسين. اما موسم التكاثر ايها الابله يا ساقط يا تربية السز، موسم التكاثر تشوفه في خدمة العتبة لما يمرن النساء يديرون وجوهن، ما يبوعون عن النساء أبدا. اللي تشوف من أول بداية الحدود العراقية الكويتية مرورا
في البصرة ثم الناصرية ثم العمارة ثم الكوت ثم بغداد ثم جميع المحافظات ما عدا محافظتك يا سافل، تشوف الرحمة اللي موجودة، تشوف العطاء اللي موجود. حكومات ما تستطيع أن توفر ما وفرته شيعة الحسين أبدا أبدا. فأنت لا غاثك موسم التكاثر، لأن التكاثر عدك وعد أهلك، ولا غاثك عناد الحسين لأن عناد الحسين بيض وجوهنا. لكن غاثتك هالزيارة العظيمة هذه اللي منحها الرئيس مالك اللعين ابن اللعين صدام، اللي أوجعت قلبك وقلب كل متطرف مثلك يا سافل. أنت طبيب، يلعنك ويلعن الشهادة اللي استلمتها ويلعن المريض اللي راجعك، لأن حتما أنك تزرع فيه روح الطائفية، أنك تزرع فيه روح الحقد والكراهية. بس أنا أسألك سؤال، أنت شايف في مكة منو اللي يحج يا كلب؟ أنت شايف في مكة منو اللي يطوف على مكة يا سافل يا ساقط؟ يلعنك ويلعن أهلك اللي ما ربوك، ويلعن الشهادة اللي ما استطاعت أن تصنع منك إنسان. أنا هذا رسالتي، وهذا الطبيب كما أسلفت سابقا في كل مرة أقول والله عمر الشهادة ما تصنع إنسان أبدا أبدا. ممكن أنك تجده حمار ابن حمار ابن حمار إلا أنه عنده شهادة، وممكن أن تجد درويش لكن عنده معرفة بالحسين وآل الحسين. أنا أكرر مرة الثانية، إذا أنت شريف، هذا الدكتور اللي اسمه خالد جميل العبيدي، إذا أنت شريف وابن أبوك، ادخل على تصريح محافظ الموصل وهو يقول إحنا محتارين، عندنا كمية كبيرة من الأطفال اللي انولدوا في هذه الفترة ما نعرف آبائهم، إحنا آبائنا معروفين، وعندنا موسم تكاثر ببركة الحسين، موسمنا التكاثر في بركة الحسين فيه رحمة، نتكاثر بالرحمة، ما في جريمة أبدا، لأنه تكاثر الرحمة فيه. سفل ساقط أنت ومن يكون في فكرة هذا الشيء يا أيها السافل المنحط. هذه رسالتي، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.